أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم عندنا تنصيب النانو. كيفية طريقة تنصيب النانو؟ نجي بسم الله على بركة الله، نأتي إلى هذه المدرج اللي موجود في أسفل الحاسة في الشريط المهام، ننقر بالزر الأيمن للماوس على المدرج، نختار أول اختيار Open Network، ننقر عليه ثم تنفتح لنا هذه الواجهة. نأتي على ثاني اختيار وهو اللي موجود Change. أول اختيار هو اللي ذهبنا به إلى المدرج، نقلنا أول اختيار إلى هذا الاختيار Change، قرنا على Change. طبعا نذهب إلى هذا الاختيار وهو Local. هذا الاختيار ننقر أيمن بالماوس، نذهب إلى بروبرتيز، نقرنا على بروبرتيز، طلعت لنا عندنا هاي الاختيارات. هذا المستطيل موجود بمجموعة من الاختيارات، نذهب إلى هاي فيرسون 4 ننقر عليها، ثم نذهب إلى بروبرتيز، ننقر على بروبرتيز، فتح لنا هذا المستطيل أيضا. طبعا دائما ما يكون هنا النقطة، إذا موجودة بهذا الاختيار النقطة، نضع النقطة هنا. دائما يكون اي بي النانو 192 168 21، لازم احنا نضع في هذا المستطيل اكثر من 20، يكون 30 او 36 او 35 او 23، دائما اكثر من 20 نضع 36. نكتب 192 168 36. فرغنا من هذه الكتابة، مجرد ننقر على هذا المستطيل بالماوس، فقط ننقر على المستطيل، نذهب إلى أوكي، نكتب 192 168 36 اللي هو أكثر من الآي بي مال النانو اللي هو 20، نضع أوكي، نضع أوكي. لحد الآن تم تنصيب النانو. ثم نختار الشبكات. بعد تنصيب النانو نذهب إلى اختيار الشبكة الانترنت، نذهب إلى المتصفح، أي متصفح موجود نختاره. أنا أختار هذا جوجل كروم، ننتظر يفتح جوجل كروم، كبر الشاشة، أكتب هنا اللي هو آي بي النانو هو 192.168.1، طبعا بالنانوات 20، بس انا مغيره 81، غيرته 81. انقر، النقر نعيد 192.168.1 ينفتح لنا هاي اللوحة، يطلب يوزر نيم وباسورد اللي هو يو بي ان تي. دائما يجي يو بي ان تي، دائما يجي الباسورد للنانو يو بي ان تي. نكتب يو بي ان تي، ايضا نكتب الباسورد يو بي ان تي. كتبنا يوزر نيم يو بي ان تي والباسورد يو بي ان تي، ثم نعطي دخول لونج. عند الدخول الى هنا نختار، طبعا اذا اردنا الشبكات نختار الوايرلس، هذا ثالث اختيار وهو الوايرلس. ننقر على الوايرلس، نذهب الى كلمة سيلكت، الى كلمة سيلكت لتظهر الشبكات. هاي كلمة سيلكت، ننقر على سيلكت، طلعت الشبكات اللي موجودة. طبعا بما ان الشبكات قريبة من عندي، مثلا اني وين مختار الشبكة، مثلا ارثلينك ماكس او ارثلينك بغداد او ارثلينك موبايل، او مثلا اي شبكة انا مختار ارثلينك، راح اختار ارثلينك لان اني مختار على الارثلينك ماكس.
هاي عندي ايرث لينك ماكس. اي شبكة تريدها تخلي طبعا بالمناسبة اذا اردت الشبكة اللي تختارها انت تجيها هنا بالسالب. يعني مثلا انا على الماكس ادور على الماكس اجي بالسالب. شوف هاي السالب، اختار اقل شبكة بالسالب. يعني مثلا بتكون 36 العفو مثلا 60 50 40 35 38 بالسالب. هسه انا على الماكس خلي اشوف شنو على الماكس. هاي الشبكة عندي 39، دائما اجي بالسالب، دائما اذهب الى الشبكة بالسالب. انا على الماكس فعندي اقل شبكة 39 هاي بالسالب. اخلى امامها نقطة قلنا بالسالب، تذهب بالسالب. هاي شوفوا اشارات. هسه مثلا عندنا هاي اشارة مثلا ماكس 74 ما تفيدني. هنا ايضا ماكس عندي 60 ما تفيدني. هنا أنا هاي مو شبكتي. هنا اقل شبكة عندي بالماكس ايرثلينك ماكس هي 39. يعني هي هاي اقل. اذا 50 تفيدني 60 بس ما هناك 39 راح استخدمها. خلي قدامها نقطة والدور اقولها سيلكت. انقر سيلكت. شوف اختاريت الشبكة. هسه ايرثلينك صارت قدامي الرائد. اعطيها تشينج ثم اعطيها ايبلي. اعطيتها ايبلي. لحد الان اختاريت الشبكة اللي اريدها. راح اطلع راح اكنك للانترنت. راح افتح اكنك. اجاني الانترنت. الان الانترنت اقدر اتصفح. راح افتح. راح يفتح عندي الانترنت. فتح عندي الانترنت. مثلا اكتب مثلا بيت الطين. مسلسل هذا عراق بيت الطين. اشتغل عندي الانترنت. وان شاء الله يكونون استفدتوا من هذا الدرس التعليمي مع خادمكم الادمن من غرفة يا حسين وسام عراق. اكون خادمكم وخادم جميع الاخوة الموالين بحق محمد وآل محمد. يتقبل من عندنا ومن عندكم اخوكم في برنامج البالتوك خادم غرفة يا حسين ادمن وسام عراق. ان شاء الله المزيد والمزيد من البرامج التعليمية. شكرا لكم والى اللقاء.